السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا الحمد لله. كنت صحيت الفجر، صليت الفجر وقرأت الورد بتاعي وعملت بقى كوباية شاي كده، وقعدت في البلكونة واكلت الحاجة الحلوة دي مع الشاي عشان ورايا يوم طويل. هنا اول حاجة بدأت بيها غرفة نومي كانت محتاجة انها نغير مفارش السراير، فغيرت اوضة ولادي بس ما صورتهاش معاكم. كانت دورات الغسيل النهاردة، مفارش السراير كلها. بحب اعمل لو مفرش السرير الكبير هيبقى اللون ده، جايبة كل المفارش يعني مقربة لبعضها، بتاع الكبير زي بتاع الأطفال، بس يختلف بقى الرسومات. بس بحب أوحد الألوان بحيث الأوض كلها جنب بعض كده، فتحسي ان هو عامل ماتشنج مع بعضه كده. انا بعمل بسرعة كده عشان في ورايا حاجات كتير في البيت عايزة اعملها كل يوم كده. احنا طبعا عارفين ان احنا في دخلة شتاء، وانا في دخلة الشتاء بغسل سجاد، بغسل الستاير بتاعتي ببلتكنات، بغسلها كل يوم، باخد حاجة عميقة في البيت. فانا غسلت سجادي، غسلت ستايري. النهاردة هاخد معاكم حاجة عميقة في البيت. كل يوم عودي نفسك تاخدي حاجة عميقة، عشان في طول الشتاء طبعا ما بنبقاش عايزين نحط ايدينا في المية اساسا. هنا ده الغسيل اللي طلعته. هنا قلت اخد هدنة كده، وصليت 4 ركعات ضحى يعني. انا بحب اعمل كده عشان اخد قوة كده واكمل يعني. هنا كان ولادي عايزين ياكلوا كفتة اللي هي كفتة الرز. كان عندي كمية من القوانص محدش عندي بياكلها، قلت اجربها فيها يعني واعملها. جربت كده في الكبة، حطيت القوانص غسلتها كويس جدا لانها بتبقى زفرة، غسلتها كويس جدا وفضلت منقوعة كتير بمية وليمون وخل. وبعد كده هفرمهم. طبعا اكترنا عارفين كفتة الرز بتتعمل ازاي. في ناس بتعملها بصدور الفراخ، وفي ناس بتعملها بقوانص، وفي ناس بتعملها بلحمة. كل واحد وذوقه يعني، او كل واحد زي ما يحب او متاح عنده. هنا فرمت الكفتة، فرمت القوانص، هنزل عليها بالبصل. هنا بصل وفصين توم وقرنين فلفل وشبت وكزبرة. بفرم شوية بشوية بحيث ان متقلش على الكبة. هي ما شاء الله فرمتها كويس جدا، بس انا نفسي اجيب المفرمة اللي بالكهرباء، حاسة انها تنفعني كتير جدا. كمان بسكوتات اي حاجة، حابة اجيب المفرمة دي. اللي يعرف نوع مفرمة يكون كويس وجربه يعني يكتبهولي في الكومنتات، يكتب لي اسمها وكده يعني. الكبة بتاعتي دي اسمها مونوليكس، بس جميلة جدا. عيبها الوحيد ان الوعاء بتاعها صغير، كان نفسي تبقى اكبر من كده، وفي نفس الوقت بتنفعني لما تكون كمية بصل صغيرة. يعني هو برضو مش عيب، يعني لو عندك كمية بتعمليها على مرتين وكده. اما لو بصلتين فهي بحجمها كويس ان انت تستخدميها يوميا. فهي حلوة جدا لما يبقى يكون معاها مفرمة لحمة.
بحيث لو عندي كميات او عندي عجينة الطعمية. انا جربت عملت عجينة الطعمية بالكبة، بس زي ما قلت لكم الوعاء بتاعها صغير، فاخدت وقت كبير جدا على ما خلصت الكمية. فانا حابة زي ما قلت لكم اجيب المفرمة اللي بالكهرباء، زي ما قلت لكم يعني. اللي جرب نوع كويس يكتبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اخد برأيكم وكده واجيبها. هنا انا هعملها بس مش هصبعها، هعمل كميات واحطها في الفريزر زي ما هي، ساعة ما اكون عايزاها اطلعها وافكها واحمرها، لان انا ما كانش عندي وقت خالص ان اقعد افرم الكمية دي. هنا بقى الرقاق الطري عملته، انا ما عملتوش معاكم صراحة لاني كنت اول مرة اعمله، دي صراحة يعني. فعجنته بدون لبن، وعملته اهوت للسندوتشات. عملته على الطاسة، عملته على الطاسة. لو حابين ان انا اعمله معاكم قولولي وانا اعمله تاني. هنا بقى كنت جايبة كمية زيتون، اللي هو الزيتون التفاحي الاسود ده، مش هخلله دلوقتي طبعا، انا غسلته كويس جدا. وهحط عليه كمية ملح، واحطه دي مصفى كبيرة غويطة. شفتوا كمية الملح ليه بقى؟ هيفضل كده من يومين لتلاتة، من يومين لتلاتة كده، زي اكن القمراه كده، عشان ينزل المرارة اللي فيه. هحطه بقى في الصينية دي واسيبه كده، وهغطيه. هحط عليه غطا حلة. شفتوا كمية الملح ما تقلقيش من كمية الملح دي، انت لما تيجي تخلليه هتغسليه طبعا. ف كل يوم هتكشفي عليه وتقلبيه تمام، وهيسرد المية او المرارة بتاعته في قلب الصينية من تحت. وبعد يومين او 3 بتبدأي بقى تغسليه وتخلليه التخليل العادي. هنا بقى بدأت الفريزر بتاعي زي ما قلت لكم، باخد كل يوم حاجة عميقة بحيث يدخل عليا الشتاء وبيتي من دواخله كلها نضيف. فريزر، تلاجة، سجاد، ستاير تحت سراير، مطلع الشتوي، تبقى دنيتي تمام. هنا كان عمل تلج بسيط كده لان انا من فترة ما عملتوش، وعايزة تحافظي على الفريزر بتاعك وجودته. كل فترة تفضيه زي ما انا بعمل كده وتغسليه كويس. هنا شلت كل الادراج عشان الفواتح دي لو اتسدد من التلج بيعمل مشكلة. هنا بغسل بقى الازاز بتاعه، وغسلت بقى الادراج دي كلها وعقمتها كويس جدا. غسلتها بايه؟ بسبونشة، بلاش السلك، بسبونشة وصابون مواعين عادي وشوية كلور. الكلور كويس جدا ومش هيسيب ريحة ولا اي حاجة. هنا بقى كان عندي كذا درج فيهم حاجات فسبتهم عادي، سبتهم. وهشيل الحاجات اللي فيهم بعد كده واحطها في الادراج اللي غسلتها وبعد كده اغسلهم. هنا اتأكدت الحمد لله ان الفريزر دعكته كويس من جوه، دعكته كويس مش دعكته بقى بفوطة كده وشوية كلور ومسحته. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم.